كيقول لك المرأة وانت السي بن كيران ما كتدافعش على المرأة. لا، حرام تقولوا هذا الشيء، غير صحيح. لكن انا هذوك العيالات اللي باغيين يكونوا وزيرات وبرلمانيات وعاشوا في الدولة وكلاو الملايين باغيين يعاودوا يعيشوا فيها، مرحبا بهم. ولكن راه كاين طرق والوسائل باش تيوليو مسؤولين بحالهم بحال الاخرين. واننا اللي مشغول معاه مشغول مع المراه المسكينه اللي في الادنى ديال المجتمع، اللي ملي كتمشي للاداره تيحقروها، ملي كتصيفط ولدها يقرا ما عندهاش باش تقريه بالفلوس، كتصيفطو للمدرسه ديال الدوله وما عندهاش باش دير ليه الدروس الاضافيه. هذيك المراه اللي ما تقدرش هي تقريه لان هي مسكينه والدها ما قراوهاش، هذيك انا مشغول معها باش يكون عندها تعليم في المستوى. المراه اللي ملي كتمشي للمستشفى كيدفعها العساس ديال المستشفى والفرملي والطبيب كيتنهض عليها بعض المرات، ولا هذيك اللي ملي كتمشي تولد ما كتلقاش العنايه، ولا حتى الا ولدات ما كتلقاش باش تخلص بعض المرات. هادو هما العيالات اللي شاغلين لي انا بالي. انا كنفكر في ديك المراه اللي كتبقى تقرا ووالديها تيقريوها وكيترجاو الله النهار اللي غادي تنفعهم، وتيعينها وزير التعليم في الجبل والغابه والبلاصه اللي بعيده ب7 الكيلومترات و5 و16، واللي تكون فيه معرضه في العرض ديالها، ويقولوا لي المساواه. لا سيدي، انا هذه المساواه ما باغيهاش. قلت لوزير التعليم قدامكم، قلت له عين البنات قراب لوالديهم وعين الرجال في الجبال. قالوا لي لا ما بغيناش لاننا بغينا المساواه. طبعا انتم ما تبغيوش، انتم جالسين معايا في البرلمان وكتاخذوا 3 ديال الملايين في الشهر، وما بين البرلمان يديركم 5 ديال الدقائق بالسياره الفاخره. علاش غتبغيو؟ هذوك اللي كنهضر عليهم انا ماشي هما اللي كتهضروا عليهم نتوما.